أمير سيف الدين بشتاك الناصري هو أمير سقة، وأيضا ينتمي إلى المماليك البحرية. أنشأ هذا القصر، له الكثير من الحكايات هنعرفها من خلال لقائنا مع دكتور أحمد عبد الفتاح، وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالقناه الثانيه واسره البرنامج. موضوع النهارده بيتكلم على مملوك من ابرز الامراء اللي كانوا موجودين فتره دوله المماليك البحريه. بنتكلم دوله المماليك البحريه حكمت مصر والشام، وكان ليها سياده على بلاد الحرمين الشريفين فتره كبيره من 648 هجريه 1250 ميلاديه حتى عام 784 هجريه 1381 ميلاديه. الامير اللي بنتكلم عنه النهارده الامير بشتاك الناصري الساقي. هذا الامير كان من كبار امراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وهذا الامير كان له دور كبير جدا فتره المماليك البحريه. كان واصي على ابناء الناصر محمد بن قلاوون، وكان له دور كبير جدا في الاحداث الجسام اللي شهدتها مصر في هذه المرحله العصيبه. لما نتكلم على نشأة هذا الأمير ده زيه زي أي مملوك أتى إلى مصر، وكان صغير السن. بدأ تنشئته تنشئة زي المماليك، كان بيتم جلبهم أطفال صغار. بيبدأ بقى يتعلم العلوم الفقهية، القراءة، الكتابة، علوم الدين. بيبدأ بعد كده يتقن هذه العلوم، ثم بعد ذلك بيلحق بالخدمة السلطانية أو بيلحق بالسكنات العسكرية. بعد ما بيتم إثبات الفروسية والمهارة والفنون والتدريب وكل هذه الأشياء، بيبقى ملحق بالخدمة السلطانية في القصر السلطاني. هذا الأمير يعني بالنسبة لجلبه إلى مصر كانت في حكاية مهمة جدا، حابب أن أنا يعني أنبه المشاهد أن هذا الأمير كان ليه حظوة عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون. تزوج بنته تقريبا، كان صهر السلطان، تزوج إحدى بنات السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وهذا الأمير يعني في شبه ما بينه وما بين سلطان المغول في هذه الفترة أبي سعيد بهادر خان، حتى أن السلطان نفسه يعني السلطان ناصر محمد بن قلاوون عندما عقد الصلح مع المغول الخانيين، أوصى التاجر نفسه اللي هو مجد الدين السلامي، احنا يعني أوصى أن هو يجلب من بلاد هذا السلطان المغولي مملوك يكون في شبه كبير من السلطان، كمحبة منه للسلطان المغولي في هذه الفترة أو الخان المغولي في هذه الفترة وهذه المرحلة. وبالفعل أتى بهذا الشبه، ووجد أن هذا الشبه بينطبق على هذا الأمير المملوكي اللي هو الأمير بشتاك الناصري. المصادر التاريخية بتتكلم أن هذا الأمير اسمه بشتاك. طب كلمة بشتاك دي معناها إيه؟ هي كلمة أعجمية أدخلت إلى اللغة العربية، معناها الزعيم أو المقدم، ودي كلمة أصلا بترجع إلى اللغة التركية. الأمير بشتاك مولده طبعا زيه زي أي مملوك، احنا مش عارفين تاريخ ولادته إمتى، يعني الوقت المحدد لنشأة هذا الأمير وولادته غير محدد يعني بالنسبة لنا، لأن المصادر التاريخية كلها مش عارفة أصلهم إيه، أو هم اتولدوا في عام كذا أو كذا. ما فيش عندنا إثبات في المصادر التاريخية، ولكن الثابت عند وفاة هذا الأمير بنجد المصادر التاريخية بتقول ان هذا الامير يعني عندما توفى كان ناهز عمره مثلا 60 سنة تقريبا او 70 سنة تقريبا، فبنطرح ده بمعادلة حسابية بسيطة وبنقدر نتوصل الى عمر هذا الامير ومولده على وجه الدقة او وجه التحديد. هذا الامير ولد ما بين عامين 720 و 725 هجرية، هذه هي الفترة التي ولد فيها هذا الامير. اتى الى مصر وبدأ ان هو في فترة السلطان ناصر محمد بن قلاوون بيتمتع بنفوذه وبيتمتع بحظوة كبيرة لدى السلطان. السلطان ناصر محمد بن قلاوون كان يعني بيوجل هذا الأمير، وكان بيحترم هذا الأمير، وعندنا شواهد تاريخية كثيرة بتدل على احترام السلطان لهذا الأمير. منها أن هذا الأمير كان بيصحب السلطان أثناء الحج لبلاد الحرمين الشريفين. بنجد عندنا في المصادر المملوكية أن هذا الأمير أنعم عليه السلطان بالعديد من الإقطاعات. كان في عندنا اقطاع منية بني الخصيب، وفي عندنا اقطاع المطريه واقطاع شبرا، كل ده كان من ضمن اقطاعات هذا الامير اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، الامير بشتاك الناصري. هذا الامير حتى من اسمه بشتاك الناصري هو نسبه الى السلطان الناصر محمد بن قلاوون. الساقي دي كانت وظيفه من ضمن الوظائف اللي هو الحقت يعني اللي هو تقلدها او الحقت في سلم الوظائف فيما بعد. هذا الامير يعني عندما شرع في بناء هذا القصر كان يعني أرض فسيحة، كان فيها العديد من الدور، من المنازل، من المساجد، كان في حوالي ما يقرب من 11 مسجد تقريبا. قام هذا الأمير ببناء هذا القصر فوق كل هذه المنشآت.
ولذلك حتى المساجد، لذلك حتى المصادر التاريخيه ابن اياس والمقريزي وابن تغرباردي الاتابكي، كل هؤلاء لما جاء اتكلموا على